صباح الفل. تعالوا اوريكم حاجه حلوه النهارده. 17 مارس 2012 ذكرى هتفضل موجوده جوانا. نياحه العظيم من بين البطاركه البابا شنودة الثالث. وقت ما كان موجود ما كانش فيه اتنين يقدروا يختلفوا على شخصه. كان مثقف، كان عطوف، كان حنين، كان محب، كان من ضمن أصدقائه شيخ الأزهر. لما راح اليوم 17 مارس عايزة أقول لكم إن الدنيا اتقلبت. محطة الدمرداش وغمرة كانت من المحطات المكتظة بالناس علشان نروح نلقي نظرة الوداع عليه. فكرة وجود بابا بعده كانت صعبة إن احنا نتقبلها، بس لما جه البابا تودروس حبيناه بحكمته ورشده وعقله. البابا شنودة كان فاتح بابه للجميع، ما كانش فيه حد يقدر يخبط على بابه إلا ما يشوفه. اتعلقنا بيه علشان من أول ما اتولدنا كان موجود معانا، عاش معانا سنين طويلة جدا. مرة راح في رحلة علاجية قعدت 4 شهور. لما رجع عملنا له حفلة كبيرة قوي قوي قوي. الجميل ان احنا عندنا في امريكا شارع باسمه. متخيلين؟ شارع باسمه، شارع باسم البابا شنودة. الشارع ده في كاليفورنيا، تحديدا في سيتي اسمها كوبينا. كنيسة جنبه مميزة جدا اسمها سان جون. مفيش مرة جه كاليفورنيا إلا لما زار الكنيسة دي، لأن كان من أحبائه جوه الكنيسة أبونا أغسطينوس. كنيسة حلوة أوي. وادي الشارع كله، ادي شارع باسم الجميل البابا شنودة الثالث. 17 مارس هتفضل ذكرى محفورة. مسلمين ومسيحيين زعلوا عليه وودعوه في صلاة الجنازة الخاصة بيه. كل سنة وانتم طيبين ودايما بيشفع عننا. صباح الفل.